جرى ايه يا حاج؟ ما تسيب لنا حاجة يا اخويا نتفرج عليها. انت كل شوية تقلب انا جالي حول. في ايه يا ولية؟ يعني هسيبك تتفرجي على الاعلانات؟ قومي بس اعملي لي حاجة ياكلها ومتشغلش بالك. هو انت كل حاجة واخدها على بطنك؟ ايه ده؟ التفسير ده ايه ده؟ ده الصوت جاي من بره الشقة. خليك يا حاج وانا اروح اشوف في ايه. مين؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه البتاعة دي؟ اخدها للحاج ولا اعمل فيها ايه دي؟ اخدها انا واشوف فيها ايه. ايه دي؟ ايه البتاعة الغريبة دي؟ ومين اللي حطها لنا بره الباب؟ ما يكونش فيها خاتم الماس؟ اصل فيها حاجة جوه. فيها كنز، واللي يكون فيها ايه دي؟ هفتحها، الفضول هيموتني. هفتحها واشوف فيها ايه البتاعة دي. ايه ده؟ السويرة. مش بطالة، هلبسها وخلاص نحمد ربنا. حلوة جميلة. حاضر يا حاج جاية. ابدا ملقتش غير الصندوق ده، تلاقي حد من العيال حطه وجري. انا هحطه هنا على جنب، واللي يخبط عليه يبقى ياخده، او اللي يسأل عليه يبقى ياخده يا حاج. وليه يا كدابة؟ تلاقيكي لقيتي فيها فلوس وحطيتيها في جيبك. ما انا عارفك. ايه يعني انا كدابة يا حاج؟ انت بتقول ايه يا راجل؟ بتقول عليا انا كدابة وبحط الفلوس في جيبي؟ ليه؟ يا نهار اسود، انت عرفت منين يا ولية؟ انا ما فتحتش بقي. عرفت منين؟ جرى يا راجل، هو انت شارب حاجة؟ نعم. ده انت لسه قايل دلوقتي اللي انا كدابة وبحط الفلوس في جيبي. اقسم بالله العظيم ما فتحت بقي. ما فتحتش بقي بحرف واحد اصلا. والله العظيم كمان مرة انا ما فتحت بقي ولا نطقت بحرف واحد. اكيد يعني مش هحلف لك كدب عشان كلمة او كلمتين يعني. خلاص يا حاج حصل خير. ايه ده؟ الموضوع ده فيه ايه؟ انا لازم اعرف فيه ايه. انا بقيت اسمع الناس من غير ما يتكلموا، وبقيت اقرأ افكار الناس. في حاجة غريبة في الموضوع ده وانا لازم اعرفها. ايه ده؟ الاسوار دي شكلها غريب. انا فهمت كل حاجة. انا كده بقى فهمت كل حاجة. صندوق قديم، اسورة شكلها غريبة جاية لوحدها بره شقتي. ايه ده؟ انا مالي دخلت في شغل العفاريت كده ليه؟ اكيد حد يعني كان بيلعب، او طفل غريب كان قاعد بيلعب وراح حط الصندوق ده وجري. عادي. بس ايه اللي يخليني اقرا افكار الناس؟ ده ما عملتلهاش ولا بعملها. الموضوع كله في الاسوره دي، هي دي السبب في اللي انا فيه ده كل دلوقتي. اتخلص منها ولا اسيبها؟ انا مش عارفه اعمل اي حاجه. انا لازم اسال شيخ على الموضوع ده. لو عايزين تعرفوا حكايه الاسوره دي استنوني في الجزء الثاني مع الاسوره. حبايب قلبي الحلوين، ما تنسوش اللايك والاشتراك تحت القناه باللون الاحمر وتفعيل الجرس عشان كل ما نعمل فيديوهات جديده توصل لكم يا حبايب قلب ام زاد من جوه.
حاج انا رايحة عند ماما، ماشي؟ مش هتأخر يا حاج. منكم انتوا الاتنين بتحطوا راسكم في راس بعض، الدنيا تتخرب، ربنا يستر. يوه، ما تحترم ملافظك يا حاج. ايه احط راسي في رسوم الدنيا تتخرب؟ وعلى فكرة بقى، انا مش رايحة عند ماما، انا رايحة عند امك انت، علشان اقول لها على الكلام اللي انت بتقوله عليا انا وامي. ما انا لازم اشوف حل للموضوع ده. ماشي يا حاج، سايبها لك وماشية. غورك هتقطعي المركب اللي تودي، اخيرا هقعد في البيت براحتي يا شيخة، يلا على السلامة. غورك هتقطعي المركب اللي تودي، اخيرا هقعد في البيت براحتي يا شيخة، يلا على السلامة. طب بتقول ايه يا حاج؟ انا اغور والمركب اللي تودي كمان؟ طب انا بقى سايبها لك وماشيه. وعلى فكره بقى، سايبالك عفاريتي معاك في الشقه، عشان انت لما تعمل حاجه كده او كده يقولولي ويحرسوك برضو يا حبيبي، احسن حرام يخش عليك. يلا بقى يا حبيبي، انا هغور بقى يا حبيبي. ايه سايبة عفاريتك معايا؟ خدي انت رايحة فين؟ ما تسيبنيش، خدي. غوري كنت مصيبة انت وعفاريتك. هو انا ناقص رعب؟ اعمل ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو لا تأذوني ولا أذيكم، انت في حالكم وانا في حالي. الريموت فين؟ الريموت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على الله إنك على الحق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب احفظني يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم، مش دي شقة الشيخة عبلة؟ ازاي حضرتك يا شيخة، عاملة ايه؟ الله يبارك لك يا شيخة. كنت عايزة كده استشيرك في موضوع يا شيخة عبلة، اذا كنت طبعا كنت فاضية. لو مش فاضية اروح واجيلك في يوم تاني. الزهر وبان وعليك الامان يا عم شعبان، طلباتك مجابة ورسالتك متشافة. دحروك كتكوت، تعالي يا بنتي اقعدي هنا، واقفة ليه؟ تعالي ها، قوليلي يا بنتي طلباتك ايه، وعايزة تسأليني عن ايه؟ استني قبل ما تتكلمي. دحروج يا دحروج، انت فين؟ طب استنى، خليك عندك، خليك مش عايزاك دلوقتي. ها قولي يا بنتي، انا سامعاكي. انا هموت وافهم فين الكتكوت ده اللي بتدوري عليه. بصي يا شيخة، انا يا ست الشيخة كنت قاعدة في امان الله في بيتي، لقيت الباب خبط، رحت فتحت لقيت صندوق ولقيت فيه الاسورة دي. المشكلة بقى مش في الصندوق ولا في الاسورة ولا في الباب، المشكلة بقى اللي بشوف واللي بسمعه من الاسورة دي. شيخة انت معايا ولا رحتي فين؟ يا شيخة عبلة، يا شيخة. هي ام اشرف برنا، ما فهمتكيش النظام هنا ولا ايه؟
حبيبتي لما تلاقيني قاعدة كده وقاعدة بتكلم مع نفسي أنا ببقى سامعاكي ومعاكي ومعاهم برضه. ها كملي، استني، خد يلا. فين دحروج؟ روح ناديه، ولو ما جاليش دلوقتي هحرقه. كملي، مالها الأسورة يعني؟ هتنجز وتخلص، شكلها ست رغاية وهتقرفنا. دحروج! وانا لسه ما شفتش الواد دحروج راح فين، عشان يكون حصل له حاجة. دحروج! ما انا ليست الشيخة مش رغاية وخلاص، هحكي على طول وهقول. المهم بقى، الاسورة دي انا بقرأ بيها افكار الناس قبل ما تتكلم، زي ما قريت افكارك دلوقتي. زي ما انتي بتقولي علي رغاية وهقرفك. يلا بقى قوليلي الاسورة دي امان عليا ولا هتأذيني، وبسرعة عشان تشوفي دحروج فين، وبقوليلي برضو كان فين. ايه ده؟ هي سمعتكي منين؟ اسورة؟ اسورة ايه يا بنتي؟ وريني كده الاسورة دي. هاتي يا بنتي وريني. طب بصي بقى يا حبيبتي، اللي جوه الاسورة دي يخصني وتابعي. اللي جوه الاسورة دي كان عزيز عليا قوي وصاحبي، بس انا خلاص مش هقولك هاخده منك، خليهولك، عشان هو مشي سكة مش سكتي، عشان كده حرقته، وهو بقى اتجمع على شكل اسورة. بس خليكي فاهمة، الغدر هيجي منه قريب. هو صحيح بيقرا الافكار وكل حاجة كويس، بس هيقلب عليكي مرة واحدة، وموضوع انك تتخلصي منه مش بالسهولة دي. يا لهوي انا مش فاهمة حاجة، كان تبعك ازاي يعني؟ يعني ايه يعني؟ هو ممكن يطلع له ويأذيني؟ بس قوليلي بس اصرفه ازاي ولا اعمل فيه ايه؟ خليهولك. لا انا مش عايزاه، ده بخاف من ضله. قوليلي بس اتخلص منه ازاي يا ست الشيخة. هو صحيح انا كنت مبسوطة قوي ان انا بقرأ افكار الناس، بس طالما هيجيب لي الاذى بعدي عني يا اختي. انا في حالي وهو في حاله، ماليش دعوة بيه. يلا بس قوليلي اتأخرت على جوزي، اصرفه ازاي؟ بصي يا ستي، ما بينك عايزة تصرفيه، فانا هقولك ازاي صرف. هاتي ورقة وقلم واكتبي، ولا هي حاجات بسيطة، احفظيها احسن. هتجيبيلي ورك نملة وريشة بطة ورجل المعزة، وتجيبيلي خصلة شعر من الفنان محمد رمضان، من شعر راسه مش من شنبه، وتجيبيلي شعراية واحدة من الفنان أحمد السقا، من شنبه مش من شعره. ركزي، لو اتلخبطتي هيتقلب عليكي. وايه تاني يا عبلة؟ وايه تاني يا عبلة؟ طبعا العنكبوت عنده كذا رجل، جيبيلي منهم 4 بس 4 بس، وهاتيهم وانا هتصرف لك فيه. عنكبوت وريشة بطة ورجل معزة وورك نملة وشعراية من محمد رمضان وشنب أحمد السقا. ده أنا لو رحت لمحمد رمضان وأحمد السقا ما كنتش جيتلك ولا جيتلي الأسورة بتاعتك. لا يا ست شكرا، مش عايزاه، خليهولك. مع السلامة، سلام عليكم. حبايبي الحلوين، ما تنسوش اللايك والاشتراك تحت القناة باللون الأحمر وتفعيل الجرس علشان كل ما نعمل فيديوهات جديدة توصل لكم. يا حبايب قلب أم زينب من جوه.